انت فاكر انك بتنام؟ طب لو قلتلك ان في ناس بيحلموا وهم صاحيين، وفي ناس فعلا بيناموا وهم ماشيين في الشارع. النهاردة هقولك على 7 حقائق غريبة جدا عن النوم. حقائق هتخليك تشك في كل مرة حطيت فيها دماغك على المخدة. يلا بينا نبدأ. بس قبل كده، لو بتحب النوع ده من الفيديوهات، اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. الحقيقة الأولى: ممكن تحلم وانت صاحي. أيوة، مش لازم تكون نايم علشان تحلم. فيه حالة اسمها هلوسة النوم، بتحصل لما الإنسان يكون جسمه تعبان جدا أو سهران لفترات طويلة. اللي بيحصله بيبدأ يشوف صور غريبة أو يسمع أصوات وهو في كامل وعيه. دماغه بيبدأ يخلط بين الواقع والحلم. يعني ممكن يكون صاحي لكن عقله نايم. الحقيقة التانية: في ناس بتنام وهي ماشية، حرفيا. في ناس عندهم اضطراب اسمه المشي أثناء النوم. الناس دي بتقوم من السرير، تمشي في البيت، تفتح التلاجة، أو حتى تخرج من البيت وهم مش واعيين تماما. تخيل تصحى تلاقي نفسك في أوضة تانية أو في الشارع. الغريب إن أغلبهم ما يفتكروش أي حاجة تاني يوم. الحقيقة التالتة: دماغك شغال أكتر وإنت نايم. فاكر إن النوم راحة؟ الحقيقة إن عقلك أثناء النوم بيشتغل أكتر من وقت ما بتكون صاحي. بيفرز هرمونات، ينظف نفسه من السموم، يرتب الذكريات، ويعمل بروفات للمواقف اللي عدت بيها طول اليوم. يعني وإنت نايم، فيه معركة كاملة شغالة جوه دماغك. الحقيقة الرابعة: فيه مرض بيموت الناس من قلة النوم. فيه مرض نادر جدا اسمه الأرق الوراثي القاتل. الناس اللي عندهم المرض ده بيبدأوا يفقدوا القدرة على النوم تدريجيا لحد ما جسمهم ينهار ويموتوا بسبب الحرمان التام من النوم. عدد المصابين بيه قليل جدا في العالم، بس بيكشف قد إيه النوم مهم لحياتنا. الحقيقة الخامسة: زمان كان الناس بيحلموا بالأبيض والأسود. قبل ما التلفزيون يلون، كانت أغلب الأحلام عند الناس أبيض وأسود. ليه؟ العلماء بيقولوا إن اللي بنشوفه حوالينا بيأثر على طبيعة أحلامنا. يعني لو بتتفرج على أفلام أبيض وأسود طول الوقت، ممكن تحلم بنفس الشكل. الواقع بيتدخل حتى في أحلامنا. الحقيقة السادسة: جسمك بيتشل وقت النوم. في حاجة اسمها شلل النوم المؤقت، بتحصل لمعظم الناس من غير ما يحسوا. جسمك بيفصل نفسه مؤقتا عن الحركة علشان ما تتحركش وانت بتحلم. يعني تحلم انك بتجري بس جسمك ثابت تماما. اوقات بيفلت النظام ده، وده اللي بيسبب ظاهرة الجن بيضغط على صدري وقت النوم. الحقيقة السبعة: تقدر تتحكم في أحلامك. لو اتدربت، ممكن تتحكم في حلمك وانت نايم. اللي بيحصل اسمه الحلم الواعي، وده نوع من الأحلام بتكون فيه مدرك إنك بتحلم وتقدر تغير مجرى الحلم بنفسك. تطير، تزور أماكن، تقابل ناس، وكل ده وانت نايم في سريرك. ناس كتير بتتعلم تعمل كده، وممكن تكون تجربة ممتعة ومفيدة. النوم مش بس راحة، النوم عالم كامل من الأسرار. جسمك بيشتغل، دماغك بيحلم، وانت بتفتكر إنك نايم وبس. لو عجبك الفيديو وعايز تشوف أكتر عن جسم الإنسان والمخ والأسرار الغريبة دي، اشترك في القناة وفعل الجرس، واستناني في فيديو جديد، لأن اللي جاي أغرب بكتير من اللي فات.